تسارعت الأحداث في لبنان، وبدأت العوامل الإقليمية والدولية تلعب دورا أساسيا في التطورات. وفي هذه الأثناء كانت الكتائب اللبنانية وحلفاؤها في اليمين قد بدأت بتلقي الدعم المباشر من إسرائيل. اقتادنا الطراد الإسرائيلي إلى الناقورة، ومن الناقورة اقتادنا طراد آخر إلى حيفا، إلى أن وصلنا حيفا في 5 بعد الظهر، ليستقبلني هناك ضابط في المخابرات الإسرائيلية، شخص، من بعد الاتصال الذي تم ما بين الطراد وطبعا قيادتي. وهناك بدأت المباحثات. في ذات الليلة نظم اجتماع لي مع، كان وزير الدفاع شيمون بيريز في ذلك الحين، مع شيمون بيريز والأركان الجيش الإسرائيلي. Absolutely not. بالتأكيد لا. As a rule, كانت القاعدة، I would like to underline this, وأود التشديد على ذلك، أن الاتصالات ليس بالضرورة على أعلى المستويات بين الموارنة ومبعوثيهم على المستويات المنخفضة مع دوائر الموساد وأحيانا وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. هذه الاتصالات كانت دائمة، كانت ظاهرة دائمة مستمرة. وعندما تفتح سجلات وزارة الخارجية، لأنني لا أعتقد أن سجلات الموساد ستفتح، سيرى العالم بأسره حقيقة هذه الاتصالات. في هذه الفترة كانت الاتصالات تتم في باريس، وأول الاتصالات المتعلقة بالحرب الأهلية اللبنانية بدأت مباشرة بعد اندلاع الحرب في أبريل نيسان عام 75. تدريجيا ازدادت كثافة الاتصالات وارتفع مستوى ممثلي الطرفين، إلى أن حصل في نهاية المطاف لقاء على زورق صواريخ إسرائيلي بين إسحاق رابين وكميل شمعون والشيخ بيال جميل. وكانت هذه العلاقة محط نقاش فلسطيني كتائبي في سفارة الكويت. في هذه الجلسة التي كان فيها جوزيف أبو خليل، وكان قد سبق له زيارة ونحن لا ندري طبعا، وكان الشيخ بشير، سئل الشيخ بيير من قبل السفير الكويتي عبد الحميد بعجان: هل صحيح يا شيخ بيير هذا الذي يقال بالشارع اللبناني والسياسي أن لكم اتصالات بإسرائيل وتتعاونوا مع إسرائيل؟ لأن هذا الأمر حقيقة يجب أن ينجلي، لأنه من شأنه أنه يوتر الأجواء. فانتفض الشيخ بيير كعادته، وكان قد طرح عليه هذا السؤال أكثر من مرة بالسابق، وفي بيت صائب إسلام مثلا مرة بالذات انتفض وقال أنه هذه تهم مرفوضة وهذا نوع من التشكيك، إحنا اللي قدمناه لفلسطين ما قدموا حدا مثلنا وكذا وكذا وكذا. يعني كان ثائرا بشكل يكاد يقنع الجميع بما فيهم أنا أنه فعلا هذه الأخبار لا ترتقي إلى مستوى الحقيقة، وإنما مجرد شائعات. الذي حدث أنه في نهاية الجلسة ونحن خارجين ودعنا بعض على باب السفارة، وهم أخذوا سيارتهم واتجهوا إلى المنطقة الشرقية، ونحن نريد أن نستقل السيارة إلى مناطقنا. اقترب مني أبو حسن الله يرحمه وقال لي: بتعرف شو بقول لي الشيخ بيير، الشيخ بشير؟ قلت له: ماذا قال؟ قال لي إنه قال له: والله يا أبو حسن بلادكم حلوة كتير تستاهل. وسكت أبو حسن. شأنه شأن معظم رجال المخابرات، يعني بيلقفوك الخبرية بالتقسيط. وأنا صفنت، قلت له: هل هذا يعني إنه زي ما فهمت؟ قال لي: الرجل ذهب إلى إسرائيل. وكان اليمين يحصل على السلاح أيضا من السلطات اللبنانية. كان الرئيس شمعون هو وزير الداخلية، كان الرئيس شمعون يؤمن لنا العديد من الذخائر الموجودة في قوى الأمن الداخلي، ولسبب كنا نأخذ من قوى الأمن الداخلي الكثير من الذخائر
الأسلحة المتوسطة. وتدخلت واشنطن فأوفدت دين براون إلى بيروت، وبدا من تصريحاته أنه كان يؤيد طروحات جنبلاط. احتدم الصراع وجاء موفد أمريكي دين براون، وعندما زار كمال جنبلاط في المختارة وخرج من الزيارة قال أن وجهات نظره متطابقة معه. وعندما أتى إلى الاجتماع مع الجبهة اللبنانية في قصر الزوق واجتمع مع الرئيس فرنجي بحضور الشيخ بيير جميل والرئيس كميل شمعون والأباتي شربي القسيس والدكتور شارل مالك وأعضاء الجبهة اللبنانية، ولم أكن في الاجتماع لأنه كان مقتصرا عليهما، كنا ننتظر خارج الاجتماع. عند انتهائه كانت الملاحظة الأولى أنه لم يخرج أحد لمرافقته وتوديعه. وعندما دخلنا واستفسرنا كانت الانطباعات سيئة، وانطباعات وكأن هناك مسعى أمريكي لحل الموضوع على حساب المسيحيين. تصريحات دين براون كانت جزء من خطة الشغل الأمريكية لتشجيع كمال جنبلاط على الصمود وعلى العناد من أجل تقريب الصدام أكثر، لذي يسمح بزيادة دور العامل الإقليمي في الأزمة اللبنانية على حساب العامل الوطني، شبيهة بتصريحات جلاسبي للرئيس صدام حسين التي من خلالها مهدت لتوريطه في غزو الكويت. في 10 من نيسان إبريل عدل مجلس النواب اللبناني دستور البلاد ليسمح بانتخاب الرئيس فورا. كانت هذه تسوية سورية تمكن الرئيس فرنجية من حفظ ماء الوجه بالبقاء حتى انتهاء ولايته، وفي نفس الوقت من انتخاب خلف له قبل الوقت المحدد للانتخابات. إلا أن الحركة الوطنية رفضت هذه التسوية وطالبت باستقالة فرنجية فورا، وقد بات الرئيس فعليا من أركان الجبهة اللبنانية اليمينية. كانت مسألة انتخاب الرئيس مشكلة بحد ذاتها، فقد عارضت سوريا أحد مرشحين للمنصب كان يحظى بتأييد جزء كبير من المسلمين. بما خص انتخاب رئاسة الجمهورية فهنالك معارضة من قبل الرئيس حافظ الأسد بما خص ترشيح. آسف من هذا التدخل بشؤوننا الداخلية. طبعا المجلس النيابي هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية، وأعتقد أنه النواب سيصبحون أحرار عندما يقترعون للمرشح أيا كان هذا المرشح. أما الأهم بنظري المؤامرة التي تبدأ أن تظهر جليا، المؤامرة الإسرائيلية، حيث سمعنا في الإذاعة الإسرائيلية إن إذا الجيش السوري تقدم أكثر ضمن الأراضي اللبنانية عندئذ إسرائيل ستضطر أن تحتل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني. كان التوافق السوري اللبناني اليميني على أشده، فاتفق الطرفان بسهولة على مرشح للرئاسة. أفضل ترجمة لإقامة تحالف ثابت يؤدي إلى خلق علاقة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية وبين الشعبين اللبناني والسوري هو نجاح بإيصال رئيس جمهورية باتفاق لبناني، يعني جبهة لبنانية وسوريا. اتهم كمال جنبلاط والحركة الوطنية اللبنانية سوريا بمحاولة فرض مرشحها رئيسا للبنان. كان المرشح إلياس سركيس حاكم مصر في لبنان. دعت الحركة الوطنية إلى تأجيل الانتخابات، ولكنها تمت وانتخب سركيس بمساعدة عرفات كما يقول البعض، وخرج إده خالي الوفاض. كان مرشح يعني ما الخط الثاني اللي حكينا عنه، اللي هو قوامه إمكانية
ضبط العمل المقاوم وإعادة بناء الدولة بقوى ذاتية لبنانية دون تدخل خارجي، دون مساعدة عربية يعني ودون مساعدة سورية. فطبعا خسرنا الانتخابات يعني، وبالنتيجة ما خضناها، بمعنى خضناها لأنه ريمو إدي بعد ما أبلغوا دين براون أنه هن مش معه، هن مع الياس سركيس، بطل يترشح يعني، ما عاد ترشح للرئاسة الجمهورية، واعتمدنا يوم مبدأ وموقف المقاطعة للانتخابات ولتفشيل عدم تأمين النصاب، ولكن بالنهاية عاد فأمن النصاب وانتخب الرئيس سركيس. ومن النصاب طبعا بتعاون من ياسر عرفات. يبدو بحينه انه يعني صار في تعاون بحينه من قبل ياسر عرفات من النصاب طبعا. ما في شك يعني. كان بتذكر يعني اللقاء اللي كان عرفات بعد كان صار في اتصالات بينه وبين الاخوان السوريين قبل من نهارين او 3 من الانتخابات، وبنتيجة ذلك سهل عملية طبعا انعقاد الجلسة وتأمين النصاب. طرح هذا الوضع مسألة تناقض شخصيات عرفات وجنبلاط قطبي اليسار والفلسطينيين. كانت دائما هناك سوء تفاهم، دائما هناك سوء تفاهم من قضايا صغرى، مثل أنه كان يتولى أحيانا نقل السلاح الذي يأتي إلى الحركة الوطنية، أحيانا مشترى من أنصار كمال جنبلاط وأنصارنا، يدفعون ثمن السلاح، نشتريه من بلغاريا أو رومانيا ويجري نقله، ثم يتولى ياسر عرفات نقله من دمشق إلى آخره، فيتأخر في تسليمه وأحيانا يسلم عتيقا. وفي نكتة شهيرة في هذا الصدد كنا نطالب أكثر من مرة بتسليم السلاح، فسلم كمال جنبلاط، سلم عرفات كمال جنبلاط بعض الأسلحة، فاحتج كمال جنبلاط على كونها قديمة، فقال له دول السوفييت دائما بيسلمونا سلاح قديم يا كمال بيه، والبلغار بيعطونا من مخازنهم. فقال له كمال جنبلاط يا عمي صحيح بيسلمونا سلاح قديم بس مش مكتوب عليهم أبو الموت وأبو الجماجم وأبو الهول إلى آخره. فضحك ياسر عرفات، يعني كانت نكتة ذلك. مرة استنكر ياسر عرفات كون مسؤوله عن التسليح إبراهيم لم يسلم المطلوب إلينا، فنرفز واتخذ الهاتف وطلب إبراهيم، وجاء إبراهيم إلى الاجتماع وبهدله بهدله إلى السجن، إلى السجن، ما طلعش من السجن قبل ما تحل القصة دي. بعد يومين اتصل بنا كمال جنبلاط أنا ومحسن إبراهيم، ذهبنا إليه، قال حرام هذا يعني كفى في السجن، قولوا لعرفات أن يخرجهم. قلنا من؟ يا أبو يا كمال بيك تعشينا نحو يا إبراهيم ده السجن قدامك، يا عمي كيف بيكذب علينا بهذا الشكل. يعني أعطيك مثل عن طريقة العلاج. طبعا الخلاف الأساسي كان والكبير جدا والمؤلم جدا كان حول حرب الجبل. فتحت القوات المشتركة جبهة جديدة، فانتقل القتال إلى الجبل، وباتت مناطق الداخل المسيحي تخضع لتهديد حقيقي. كانت هذه نقطة استفهام بالنسبة لقرار جنبلاط بخوض حرب الجبل. باتت خدع أكثر من مرة، باتت خدع أكثر من مرة، لأنه كمان كمال جنبلاط كان عنده بالنهاية طيبة، انه كان صادق، كان كثير صادق هو مع نفسه، ولذلك كان يصدق، يعني كان صادق مع الاخرين. فبعتقد انه خدع، ما في شك، بعتقد خدع يعني. وبعتقد يعني ورطوه يعني. مش بعيد يكون اللي ورطوا ياسر عرفات يعني. بحرب الجبل؟ ايه بعتقد، او بالعناد فيها او الاستمرار فيها، او بعتقد انه ورطوا فيها. لم يكن كمال جنبلاط يريد تطوير الحرب في جبل إلى تلك المرحلة، لم يكن يريد أن يزج بالجبل إلى الحرب مباشرة أكثر من كونه مجرد نقاط، يعني عبور ومرور وإلى آخره. حيال حصار تل الزعتر
وحاجة الثورة الفلسطينية إلى فك الحصار عن تل الزعتر، رأت أن نقل المعركة إلى الجبل هو الصيغة الممكنة لفك الحصار عن تل الزعتر. كمال جنبلاط كان ينظر إلى القضية بشكل مختلف، كان يطرح معنا بدائل عبر الكارانتينا، عبر بيروت إلى آخره. كان ينظر أنه إذا ما تفجر الصراع في الجبل فسيصعب السيطرة عليه لبنانيا بعد ذلك. جبهة الجبل وهو سؤال بالفعل لا أجد له ردا، وقلت ذات يوم إني أعجب لماذا يوم من الأيام ذهبت وإذا بي يعني أقف على عين طورة وأشرف على المنطقة الشرقية، كنت أسأل لماذا. ولكن جنبلاط كان يتعرض لضغط إسلامي في الوقت نفسه، فقد اتهمه الإمام موسى الصدر بأنه يريد أن يقاتل حتى آخر شيعي. إذا أن نعود بالذاكرة، كان كمال جنبلاط ضد انتقال الحرب إلى الجبل، ولكن حملات التشكيك اللي استهدفته أنه يقاتل بأبناء الضاحية وأبناء بيروت وأبناء كذا ويمنع من انتقال الحرب إلى الجبل هو الذي دفعه هذا التشكيك الكبير اللي أصبح بعدين مقولات تتردد في كل مكان وفي كل زاوية أن تشمل الحرب. ووصل جنبلاط إلى نقطة لا عودة مع دمشق. بالنسبة لدمشق لا يمكنني أن أقول شيئا لأن الحوار معها كان شاقا للغاية. إنهم في جو مختلف، تفكيرهم مختلف، وأعتقد أنهم لا يفهمون حقيقة الوضع وحقيقة ما يجري في لبنان. ولكن لم يكن اليسار والفلسطينيون وحدهم يتحملون مسؤولية فشل كل اتفاقيات وقف إطلاق النار. ساهمت مع إخواني طبعا في أكثر من 10 اجتماعات أو 20 اجتماع ربما لوقف إطلاق النار على هذا المحور أو ذلك المحور من محاور خطوط التماس في بيروت، وما كان الواحد منا يكاد يرجع إلى منزله في الشرقية أو في الغربية حتى يجد أن الصواريخ أو قنابل الهاون بدأت تنهمر من جديد. إذا من؟ طب أنا موقع ومعي ياسر عرفات، وبالطرف الآخر الشيخ بيري موقع ومعه فلان وفلان من القادة العسكريين. طب إذا كان هدول الاثنين مش قادرين يضبطوا الوضع، من كان يحرك هذا الوضع؟ هنا أعتقد وهذا ما اتضح فيما بعد أن الموساد كانت قد استطاعت أن تخترق ذلك الجانب اللبناني الكتائبي، وربما كان بيننا إن لم يكن من الموساد من أصحاب غايات شخصية أو مصالح لبنانية محضة كان لها مصلحة باشتعال هذه الحروب. أنا بعتقد أبو عمار دائما مشكلته أكبر مع حلفائه من مشكلته مع أخصامه، ويمكن حتى الآن كمان ما زال هذا الأمر صحيحا. أنا موقع مع الفلسطينيين 56 اتفاقية وقف إطلاق نار. مش معناتها 56 اتفاقية كانوا الفلسطينيين عم بيكذبوا علينا ونحن عم نكذب عليهم. هذا تصوير يعني كاريكاتوري للوضع. هلا في بعض الاتفاقيات مرات نوقعها بدون قناعة ونعرف انه الوضع اكبر واصعب واعقد، ولكن معظم هذه الاتفاقيات في كل مرة نوقعها كنا نصدق بأنها ستنهي حرب لبنان. قام الرئيس المنتخب سركيس بزيارات لزعماء المسلمين في محاولة لبناء الثقة والتوافق الداخلي. وفي هذه الأثناء تعرض المرشح الرئاسي المهزوم ريمون إدي لثاني محاولة اغتيال في شرقي بيروت اتهم الكتائب بالمسؤولية عنها، إذ كان إدي المسيحي الماروني من أصدقاء جنبلاط، وكان يتلاقى مع اليسار اللبناني على ضرورة إصلاح النظام السياسي في البلاد ووقف التدخل السوري في شؤونها. وتعرض إدي لمحاولة الاغتيال في منطقة سيطرة كتائبية.
فشلت كل المحاولات لتقريب وجهات النظر بين سوريا والحركة الوطنية، فدخلت القوات السورية لبنان في الأول من يونيو حزيران من عام 1976 فأوقفت تقدم القوات المشتركة. بخطاب الرئيس الأسد اللي ألقى ب 20 تموز سنة 1976 ألقى خطاب في جامعة دمشق، قول للرئيس الأسد أنه لما دخل الجيش السوري إلى لبنان أول المستغربين كان رئيس فرنجي، وهذا ما قاله رئيس الأسد بالحرف، كان عم بيرتجل، قال أنه رئيس الفرنجي اتصل فيه على الهاتف مستغرب وبيقول له أنه في جيش السوري عم بيدخل إلى لبنان. فكيف ممكن كما تدعي بعض الأوساط السورية أنه رئيس فرنجي طلب من سوريا تدخل جيشها إلى لبنان، وبذات الوقت بيقول الرئيس الأسد بخطابه سنة 76 بيقول الرئيس الأسد أنه كان رئيس فرنجي مستغرب هذا الأمر. بالمقابل ما بنلاقي أي طلب من قبل أي طرف لبناني، لا كتائبي ولا حكومي رسمي بيطالب بدخول الجيش السوري إلى لبنان. دخل الجيش السوري عنوة عن كل الناس. إلا أن الجميل جانبه الصواب، فقد كان خطاب الأسد حول التدخل السوري الأول وغير المباشر قبل 5 أشهر، ولم يكن الرئيس الأسد يتحدث عن دخول القوات السورية إلى لبنان. وجانبه الصواب مرة ثانية، فواقع الأمر هو أن قادة الجبهة اللبنانية اليمينية المسيحيين طلبوا تدخل سوريا وباركوا دخول قواتها إلى لبنان. كانت قيادات الجبهة اللبنانية على علم تام بالتدخل السوري، وكان المتحفظ الوحيد شخص من خارج الجبهة. أنا كنت مع لواء محمد الخولي، إجا تيبلغ رئيس سركيس والرئيس فرنجية والشيخ بيير ورئيس شمون عن موضوع الدخول السوري عسكريا. طبعا رئيس سركيس كان متحفظ، ولكن قال شيء واحد: أنا لن أعلن هذا التحفظ. التدخل السوري 76 الذي يركز عليه الشيخ أمين جميل يقول أنه لم يحدث بالتوافق مع الجبهة اللبنانية المسيحية، هو على خطأ. كانت هناك اتصالات مستمرة مع الرئيس سليمان، قد لا يكون ذكرها في خطابه أنه الرئيس سليمان فرنجية قال أرسل قوات، ولكن اتصال، وبالتالي الرئيس سليمان فرنجية اتصل بالشيخ بيير جميل وكميل شمعون. وكما نعرف لم تقاوم القوات المسيحية القوات السورية عندما بدأت تدخل، وهذا إثبات أنه بالتوافق معها من قياداتها. استنفر الفلسطينيون والحركة الوطنية لقتال القوات السورية، ووصف ريمون إدي التدخل السوري العسكري بأنه ناجم عن مؤامرة أمريكية إسرائيلية ضد لبنان، وتزايدت الدعوات لمواجهة التدخل. أنا برأيي هذا هدف كان كثير نبيل وكثير مهم ويستحق كل الاحترام، ولكن إذا كان هذا لا يعني أنك ترسم آلية حتى تصل لذلك الهدف، يجب عليك أنك تصفي قوات أخرى هي حليفتك الطبيعية. شوف وين الغلط؟ يعني إذا كان هذا الهدف النبيل وهو منع اليمين من الارتماء في أحضان إسرائيل واحتضانه، مش بالضرورة يعني أنك تضرب كمال جنبلاط وتدمر فتح وحتى تثبتها. وكان التمهيد لهذا التدخل قد تم قبل أمد بين دمشق وواشنطن وتل أبيب. أسميه تفاهما تم التوصل إليه عبر واشنطن، وأؤكد أنه لم تكن هناك اتصالات سورية إسرائيلية مباشرة، ولكن كانت هناك خطوط حمر، أي أن القوات السورية لن تنتشر أبعد من 10 كيلومترات جنوب طريق بيروت دمشق،
وكما أتذكر أنه لن تكون هناك بطاريات صواريخ أو طلعات جوية سورية. الأمر الأكثر وضوحا كان لا تتعدوا هذا الخط جنوب طريق بيروت دمشق بأكثر من 10 كيلومترات. توافق وتطابق بين النظرة الأمريكية والسورية أنها حرب أهلية لبنانية لابد من ضبطها، وأن سوريا هي المؤهلة لتلك الدور. وطبعا كما نعرف الاتصالات السورية الأمريكية أدت إلى إفهام إسرائيل أن التدخل السوري ليس لجعل لبنان جبهة جديدة ضد سوريا، الجيش السوري لا يدخل ذلك لمقاتلة إسرائيل. وكما لابد أنك غطيت ذلك مع عرف اتفاق الخط الأحمر مع رابين، الجيش السوري يصل فقط إلى النهر الليطاني. الأسد شعر بأنه سيتعرض للإذلال إذا لم يتدخل. كانت إسرائيل سوف تتدخل وتهزمه، وكان وضعا أقلقه للغاية، وجاء تدخله كمحاولة لمنع اقتتال الطرفين، وبالتأكيد ليحاول منع الراديكاليين من دفع المسيحيين إلى الجبل، وكان متأكدا من أن هذا سيؤدي إلى تدخل إسرائيلي. اندلعت اشتباكات في غربي بيروت بين منظمة الصاعقة وقوات فتح أدت إلى هزيمة الصاعقة المتحالفة مع دمشق. وفي صيدا دمر وغنم الفلسطينيون 13 دبابة سورية حاولت دخول المدينة الجنوبية. انتقدت العديد من الدول العربية تدخل سوريا، وطرحت لأول مرة فكرة توسيع قوات الأمن العربية لتصبح قوات ردع تتشكل من أكثر من دولة. وفي هذا الشهر الحافل بالأحداث اغتالت عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السفير الأمريكي في لبنان فرانسيس ميلوي ومستشاره الاقتصادي روبرت ويرينغ وسائقهما اللبناني. وقامت واشنطن ولندن بإجلاء رعاياهما عن لبنان نظرا لتدهور الأوضاع، وتم الإجلاء بحماية منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت الآن طرفا أساسيا في الصراع. ضيقت ميليشيا النمور الذراع العسكري لحزب الوطنيين الأحرار الخناق على مخيم تل الزعتر، تشاركها بعض وحدات الكتائب وتنظيمات يمينية أخرى. وبدأت المعركة الأخيرة والطويلة للسيطرة عليه، وكان عسكري لبناني قد خطط أساسا لحصار المخيم. أنا شخصيا أنا كنت عملت لهم خطة تطويق تل الزعتر لتحريره، وطرحت عليهم التفاوض لحتى يفتحوا الطرقات ويجردوا من السلاح لتل الزعتر. ولكن الأمور سارت على غير ما يرام، يعني ضلت تعطى الأوامر الفلسطينيين حتى يقاوموا. ضل الحصار 52 يوم بعتقد الحصار، وما كانوا يطلعوا الفلسطينيين من هونيك، وتجيهم الأوامر إنه قاوموا بعد بالآخر صار في ملل وضجر كثير وشالوا للمخيم. هلا قد يكون حصل تجاوزات لأنه القوى منا عسكرية اللي كانت هونيك، يعني في ميليشيات، حصل تجاوزات. نحن تكلفنا الصليب الأحمر حتى يجي ينقل الفلسطينيين من المخيم إلى منطقة ثانية، وهيك صار. كان داني شمعون قائد نمور الأحرار يوجه المعركة. صراحة بقول لك إياها بكل شرف، بقول لأنه ما في مرة أسير انقتل إلا إذا كان شي مقاتل على حسابه فتح وأخذ شي واحد بس أما كقيادة ما كان في يسمحوا لحدا. الله يرحم داني شو ممكن يقول إذا واحد بيقتل أسير بقطش له إيده بقطش له راسه. هلا كان يفتح حسابه واحد يقول أنا بحزب الأحرار، أو يتبنى حاله أو ينصب حاله إنه هو مسؤول، إنه كان يكتبوا من هون مر أبو فلان. من هو فلان؟ أبو فلان. مين هو فلان؟ ما بنعرف. بس كقيادة ما كانش مسموح أبدا. واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية سوريا بالمساهمة في الهجوم على المخيم. كان موجود ضباط سوريين في غرفة العمليات، ومن هون كان في تبديل للموقف السوري في تلك الفترة. ولكن كان هناك ضيوف آخرين عند اليمين في نفس الوقت.
صادف في إحدى المرات أن أحد صغار الجنرالات الإسرائيليين وهو الآن وزير الاتصالات السيد فؤاد بن العازر أرسل سرا ليلقي نظرة عن كثب على الوضع في تل زعتر، وكان السوريون موجودين ولكنهم لم يعرفوا حقيقة هويته، ولكن طوال الأحداث كان السوريون يعرفون تمام المعرفة ماذا كان يجري بين الفرقاء اللبنانيين وإسرائيل، وخاصة الموارنة وإسرائيل. وإسرائيل كانت تعرف ما يجري بين الموارنة وسوريا. طبعا بعض الأمور بقيت خافية على الطرفين، ولكن سوريا وإسرائيل كانت لديهما فكرة واضحة عما يجري ومدى تورط الطرف الآخر. كان للسوريين والإسرائيليين مصلحة مشتركة مستمرة بشكل أو بآخر إلى يومنا هذا، وهي الحد على الأقل من سلطة وسطوة السيد عرفات وخاصة في لبنان. استمرت القوات السورية بالزحف نحو بيروت، ووجدت القوات المشتركة نفسها تحت ضغط عسكري خطير، بينما أخذت القوات اللبنانية التي أسسها بشير الجميل كالذراع العسكري للجبهة اللبنانية تتقدم مقابل تراجع اليسار والفلسطينيين. وجد ممثلو جامعة الدول العربية بشير الجميل شخصا صعب المراس. أنا اجتمعت مع بشير الجميل عديد المرات، كويس. كنا نذهب إلى، وهذا بيكون أحسن جميل فعلا، يعني نذهب إلى بيروت الشرقية ونجتمع، لأنه إحنا كنا نعتقد على أن بير الجميل كرئيس لحزب الكتائب والتنظيم هو التنظيم السائد في المنطقة الشرقية، ولأنه رجل برضو حكيم بأمانة، يعني لم يصر لنا أي نوع من التعنت، بل كنا حينما نطلب منه أشياء تتعلق بسلام لبوكيتس معينة هو كان يوافق. لكن يبدو أنه القوة بالرغم من أنه كان يقود ظاهريا فؤاد سمسم، يعني ما قادر أتذكر بالضبط، لكن بشير الجميل هو كان قائد قوات الكتائب، كان متشددا جدا بأمانة. احنا نصل عشان نتناقش ويتناقشوا معنا أليكس كريم بكردوني، هؤلاء يعني كانوا معقولين. ولكن لما يدخل بشير الجميل أول حاجة هو كان يعني مع الأسف يعني هو طبعا دلوقتي راح، لكن أولا ما يجلس معانا مدة طويلة وهو واقف يتكلم ويدي الرأي، يعني هذا مثلا تل الزعتر، هذا تل الزعتر، هؤلاء المعارف كده بهذه الطريقة، يعني تشعر بأنه هو لا يلجأ لأي نوع من الوفاق أو يرى السلام يعني ممكن يتم بالطريقة السلمية، ولكن هو يؤمن بالقوة ويؤمن بالتصفية العدو. هذا ما كان يعني صار لنا، بعكس أمين الجميل. كنا حينما يشتد الموضوع ونجد أنه لا طريق، وإحنا دائما نقول لأليكس الجميل بيتر نتناقش مع أمين الجميل، بيتر نتناقش مع بير الجميل، ولكن بشير الجميل كان يعني رجلا صعبا جدا ولا يؤمن بالسلام بأمانة يعني. ووصل موفد أمريكي جديد هو تالكوت سيلاي، واستمرت الحرب. كان العد العكسي لمخيم تل الزعتر يوشك على الانتهاء. جو رهيب، حرائق في الحته، يعني حتى الشدر، يعني انا اقول لك بدون مبالغه الشدر هذا ممكن يكون يشتكي الى طوب الارض من اللي حصل، من الضرب العنيف اللي حصل في تل الزعتر. أخيرا سقط مخيم تل الزعتر بعد حصار استمر 52 يوما، وارتكبت الفظائع بحق سكانه، وتراوحت تقديرات أعداد القتلى بين 100 و2500 قتيل.
وكان احتار الزعتر كله تحت الأرض دهاليز، كان صعب. كان في مقاتل شرسين بتل الزعتر. تل الزعتر اللي يوصل له موني ما سقط، بس التموين خف عنه كتير، وكان في ضغط عليه كتير. بالفعل خطر، كان كله ملغم، وفي حصارات تحت الأرض كلها خنادق تفوت فيها من ميل لميل، يعني مشغول من سنوات. أكيد صار في مجازر، أنا شفت كتير قتل تل الزعتر في مجازر، بس مش بقول لك كيف صارت المجازر. أشخاص فتحوا إنه واحد مثلا قتل له أهله، قتل له عائلته، قتل له شيء، يوم يعمل هالمشكلة يقول أنا بحسب الأحرار، أو أنا بحسب الكتاب، أو أنا بالتنظيم. يقول يسمي، يمكن التنظيم يعملها، يمكن الأحرار عاملينها، واحد بالأحرار يمكن، ما بعرف، يمكن يكون بحزب، يمكن ما يكونش بحزب، بس إنه إياديا ما كانت مسموحة. هال 25 ولد هودي مع نسوان أنا حفظت عليهم، قلت له لواحد تاخدهم وبتجيهم مهزتهم هيك. قام واحد نط طلع من الطاقة وسحب منهم، مش في ولد، سحب وحدة منهم وقتلها مش قدامي، قتلها، أخدها بعرفش وين قتلها. بس عرفت إنه إيش خبرتني الثانية اللي معه، قالت لي إجا واحد من وقتين طلع من الطاقة أخذ المرة وفل بدون أخذها. بس أنا قلت له اللي بيقدم على الطفل بقطش له إيده، لأنه كانوا ياكلوا خبز من الأرض الولاد. أنا هون عندي ضمير وعندي وجدان وعندي أولاد، قلبي وجعني عليهم. يعني تصور إنه طفل قدامك يقتل، هيدي مش مسموحة. شو خص الطفل يعني؟ أنا أحمل المسؤولية الأولى والمباشرة في كل نقطة دم جرت في تل الزعتر وفي محيطه من اللبنانيين للقيادة الفلسطينية. لا أدري إذا كان من السهل في ذلك الحين على ياسر عرفات أن ينقل هذه الآلاف من سكان تخيل تل الزعتر عبر خطوط التماس. أشك في ذلك. أنا لا أعتقد أن كان بإمكان ياسر عرفات أن يقوم بشيء عسكري لإنقاذ تل الزعتر، ولم يقم به. كان بإمكان ياسر عرفات وبإمكاننا أن نقوم بشيء سياسي لإنقاذ تل الزعتر.